السيدات السادة الحضور، تفضل شيخ. أبناء عشيرة البونمر الأكارم، أبناء العشائر الغيارة في عموم العراق، السادة النواب أجمعين، يقول سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم. هذا اليوم نقف وقفة استذكار بقلوب يعتصرها الألم في هذه الذكرى لمجزرة البونمر في هيت، حيث أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إبادة عمياء للمدنيين، فأزهق أرواح ما يزيد على 2000 منهم من الشباب والشيوخ والأطفال والنساء في هستيريا جنونية للانتقام من العزل، بعد أن فشل في مواجهة المقاتلين وخسر معارك معهم، مغتنما فرصة المباغتة والغدر للمدينة للانتقام لهزائمه المتلاحقة، بعد أن قدمت عشيرة البونمر الشجاعة قدمت أبنائها المقاتلين مشاريع استشهاد لمواجهة الباطل، وانتدبت نفسها للدفاع عن شرف العراق مع مثيلاتها من العشائر العراقية البطلة في غرب العراق والعشائر الأخرى. وما زالت هذه العشائر بالتعاون مع قواتنا البطلة تدافع عن الأرض والعرض وتحمي الشرف والكرامة كما هي في حديثة والرطبة. ففي كل يوم تواجه هذه العشائر هجمات متكررة، ولكنها وبصمود فريد صامدة متماسكة لا تلين عزيمتها ولا تستكين. فألف تحية للأبطال المرابطين على الثغور. إن مجزرة البونمر ومثيلاتها في مجزرة سبايكر والجرائم الأخرى، جرائم الإبادة التي ارتكبت من قبل داعش الإرهابية بحق أبناء المجتمع العراقي، الأزيدية والشبك والتركمان والكرد، وكل الجرائم التي ارتكبها هذا التنظيم الوحشي، والتي طالت المجتمع العراقي بكل أطيافه وكبدت خسائر للأبرياء من المدنيين. ولا يمكن لنا أيضا أن ننسى ما أصاب الإخوة المسيحيين من عملية إبادة كلفتهم ضحايا عديدة وكلفت العراق. تؤكد كل تلك الجرائم بما لا يقبل الشك منهجية داعش الوحشية التي لا تنتمي إلى طائفة أو مذهب بعينه، حيث وزع جرائمه بالتساوي على كل مكونات هذا الشعب، ما يتطلب منا الوقفة الموحدة بوجهه ورفض مخططاته التي تسعى لتفريق العراقيين وخلق الفتنة بينهم، وتمنح المتربصين من أعداء العراق فرصة النفخ في الفتنة لتقسيمه على أسس عرقية وطائفية ومكوناتية. إننا اليوم إذ نواجه هذا العدو في جبهة نينوى ونعمل كعراقيين يدا واحدة لتحريرها، فإننا بهذا الفعل نثأر لدماء الشهداء الذين سقطوا في هيت وفي غيرها من المجازر، إلى أن تتحرر كامل أرض الوطن من رجس الإرهاب بعودة الموصل إلى حضن الوطن عما قريب إن شاء الله، خصوصا أن قواتنا تتقدم ببسالة وهي تقترب كل ساعة من مركز المدينة، وها هي اليوم قاب قوسين أو أدنى من قلب الموصل، حتى بات الموصليون يسمعون فرقعة بنادق أبنائهم المقاتلين الشجعان. الرحمة والخلود لشهداء مجزرة البونمر، والعز والمجد لرجال هيت وحديثة والبغدادي وكل مناطق غرب الأنبار البطلة التي لم يتبق منها إلا القليل لتكتمل فرحة التحرير بها. وطوبى لمن ساند العراقيين في حربهم من أبناء العشائر في الجنوب الذين كانت لهم وقفة شجاعة ومؤثرة في دحر الإرهاب ومساندة العشائر الأخرى في عموم العراق. والفخر كل الفخر لكل الشجعان الأبطال الذين يكتبون اليوم تاريخ العراق بدمائهم الزكية ويصنعون النصر بسواعدهم السمر، والنصر للعراق العظيم والخزي والعار لداعش وكل من يسعى لخراب العراق. والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.